يوم 15 فبراير سنة 2007، وفي واحدة من عمارات الإسكان في منطقة فيصل في محافظة الجيزة، كان حارس العقار بيقوم بتنظيف السلم زي العادة، وفجأة سمع صوت صراخ جاي من واحدة من الشقق، فتوجه فوراً ليها. ولما وصل لقى الباب مفتوح، ولما دخل اتفاجئ بوجود صاحبة الشقة ملقاة على الأرض وجسمها مغطى باللون الأحمر. المفاجأة هنا ما كانتش بس في اللي حصل، دي كانت من الضحية اللي كانت واحدة من أشهر النجمات. صوت عذب، تمثيل راقي، وش أشبه بالفنانة وردة الجزائرية، ومصير قريب للي حصل مع الفنانة وداد حمدي زي ما كانت بطلتنا خايفة طول عمرها. تعال أحكي لك عنها في حلقتنا النهاردة عن فاتن فريد. أهلا بيكم في حكاية أصلي. حكاية أصلي، الحكاية من أولها. في يوم 18 يونيو سنة 45 اتولدت نبيلة عباس مرسي في محافظة القاهرة، ومن صغرها ظهر عليها حلاوة الصوت، وكانت بتمثل في الفرق التمثيلية في المدرسة. ولما وصلت لسن الشباب قدمت في مسابقة اكتشاف المواهب، وكان من ضمن لجنة التحكيم ملحن اسمه عبد العظيم محمد، وساعدها انها تقدم في الإذاعة المصرية واتقبلت. وفي سنة 75 اتخرجت من معهد الموسيقى العربية قسم المسرح، وبدأت شهرتها تزيد، واتعرفت بقرب شبهها من الفنانة وردة الجزائرية، واختارت لنفسها اسم فني هو فاتن فريد. وخليني أقول لك إن فاتن مش بس استفادت من لجنة التحكيم من الملحن عبد العظيم محمد اللي اكتشفها، لا ده كمان كان من ضمنهم منتج شامي ساعدها في نشر موهبتها من لبنان وسوريا. بعدها رجعت فاتن لمصر ودخلت مجال السينما، ولكن مش كممثلة، كصوت. بمعنى إنه لو في دور بتقوم بيه ممثلة ما بيتطلب الغنى والممثلة دي ما بتعرفش، كان بيتم الاستعانة بصوت فاتن فريد ويتركب على حركة شفايف بطلة الفيلم. ومع الوقت بدأت الاستعانة بيها بشكل فعلي في مجال التمثيل، وجسدت أدوار في مسلسلات وأفلام ومسرحيات من سنة 69 لغاية سنة 2004. ومن المسلسلات عروس بولاق، رجل خطير، الست ابتسام، ومن المسرحيات اللي شاركت فيها حركة واحدة ضيعك، حلم ليلة صيف. وبجانب التمثيل والغنى دخلت فاتن مجال الإنتاج وأنتجت الكثير من الأفلام، من أهمهم وحوش المينا أمام فريد شوقي سنة 83، وامرأة تدفع الثمن مع فريد شوقي سنة 93، وفيلم الخطيئة السبعة مع فاروق الفيشاوي سنة 97، وغنت أشهر أغانيها في معظم الأفلام دي. اتجوزت فاتن للمرة الأولى من شخص اسمه الراعي، وأنجبت منه 5 بنات هم هويدا ومنال ودلال وغزال وسمرة، ولكن بعد فترة تم الطلاق بينهم. مع مرور الوقت بدأت حرب فنية تشن ضد فاتن من بعض الممثلات والمطربات، واللي يقال إنه كان منهم الفنانة وردة الجزائرية. وحكت بنتها سمر الراعي عن الشبه بين والدتها والفنانة وردة، وقالت إنه حتى الجمهور كان بيلاحظ الشبه، وده سبب مناوشات بينهم برغم إن والدتها ما كانتش بتقارن نفسها بوردة من الأساس. وقالت إن المشاكل بدأت من أول حفلة لوالدتها واللي نجحت جدا، وبرضه تمت المقارنة المعتادة. وقالت إن وردة لما سمعت الكلام ده اتضايقت جدا، ومن يومها رفضت تماما تجمعها أي حفلة بفاتن، وكانت بمجرد ما تشوف اسمها في تنظيم الحفلة كانت بتغضب وتعترض وتطالب بحذفه. وحتى إنها عرفت إنه لما تم سؤال وردة عن الشبه ردت وقالت أنا الأصل، ولكن الجزء ده اتعمل له مونتاج من اللقاء. المهم مع مرور السنين والتقدم في العمر، وزي ما بيقولوا إن أغلب الفنانين وإن كانوا من الناجحين في التمثيل والغنى في الغالب بيفشلوا في الإنتاج، وده اللي حصل مع فاتن، وخسرت مبالغ كبيرة من العمل في الإنتاج. سبق وقلت لك إن فاتن انفصلت عن زوجها الأول أبو بناتها، ومرت السنين والبنات كبرت واتجوزت، وشافت كل واحدة منهم حياتها سواء خارج مصر أو داخلها. وحست فاتن بالوحدة بعد انحسار الأضواء عنها، فرجعت اتجوزت تاني من شخص اسمه فتحي محمود خليفة سنة 2005، وكان عمرها وقتها 59 سنة. الجوازة دي اعترض عليها بناتها، ولكنها أصرت بحجة الخوف من الوحدة، خصوصاً إنه من وقت مقتل الفنانة وداد حمدي سنة 94 بهدف السرقة، وفاتن كانت خايفة تلاقي نفس المصير، وكأنها كانت حاسة باللي هيحصل في يوم. المهم إنه بعد الجواز قرر جوزها اللي كان في الأصل بيمتلك محطة للوقود إنه ينتج لها ألبوم جديد مكون من 25 أغنية واسمه وبيستغربوا.
وطبعا زي أي بدايات زواج كانت الحياة وردية بين فاتن وزوجها فتحي، ولكن مع الوقت بدأت المشاكل، وبدأت فاتن تكلم بناتها وتحكي لها عن مشاكلها مع زوجها، وإنها بدأت تحس إنه بيحاول يستغلها في موضوع الألبوم بدون أي مقابل مادي، وإنه عاوزها تتنازل ليه عن كل حقوقها في الألبوم. وختمت كلامها إنها بقت بتخاف منه وبتفكر جديا في الانفصال عنه. ونوصل سنة 2007. بس قبل ما احكي لك اللي حصل، عاوز اقول لك ان فاتن كانت بسبب خوفها من اللي حصل مع الفنانة وداد حمدي، واللي بالمناسبة احنا عملنا لكم حلقة سابقة عنها، هسيب لكم الرابط بتاعها. المهم ان فاتن كان عندها فوبيا، وكانت ما بتفتحش الباب لأي شخص غريب، وحتى اذا كان الشخص ده مديها ميعاد يجيب لها طلبات مثلا، فكانت بتطلب منه يسيبها على باب البيت ويمشي، وهي هتبقى تفتح بعدين. وخلي المعلومة دي في بالك، آخر حد اتكلم مع فاتن كانت بنتها سمر يوم 13 فبراير 2007. وخلال المكالمة دي فاتن كانت غضبانة جدا، وبلغتها ان حكايتها مع جوزها لازم تنتهي إلى غير رجعة. نوصل ليوم 15 فبراير 2007، وتحديدا لما حصل اللي حكيتهولك من سماع الصرخات وتوجه الحارس للشقة، ولقى فاتن ملقاة على الأرض في غرفة المعيشة وجسمها فيه أكتر من طعنة. فما كان منه إلا إنه اتصل ببنتها هويدا اللي بتسكن على بعد كام عمارة. وصلت البنت لشقة والدتها واتصلت بالشرطة، وقررت فورا نقل والدتها للمستشفى لأنها اكتشفت إنها لسه على قيد الحياة، فنقلتها مباشرة لمستشفى الهرم. وفي الطريق نطقت فاتن وقالت آخر جملة في حياتها، وهي ياسر قتلني. ومن هنا بدأ السؤال، مين ياسر؟ وإزاي دخل البيت وهي مش متعودة تفتح لأي حد غريب؟ والأهم هو راح فين؟ لأنهم لما دخلوا الشقة ما كانش فيها حد، ولا حد نزل قدام الحارس على السلم، وفكرة إنه يكون نط من الشباك مثلا ده مستحيل، لأنها كانت ساكنة في دور عالي. وفي نفس اللحظة كان البوليس بيمشط المكان، وفي نفس الوقت حاول أطباء مستشفى الهرم إسعاف فاتن فريد، إلا إنها توفت بسبب طعناتها العنيفة في البطن والصدر عن عمر 62 سنة. بلغت هويدا الشرطة باللي قالته والدتها وذكرها الاسم ياسر، واكتشفت الشرطة سلاح الجريمة وهو سكينة مطبخ خاصة بفاتن، وما لقوش أي علامة اقتحام للشقة، بمعنى إن الجاني دخل بشكل شرعي. كمان لقوا إن كل ممتلكاتها ومجوهراتها موجودة ومش ناقصة أي شيء. وتم البحث عن المذكور ياسر في الشقة كلها، وفي كل شقة في العمارة، وعلى سطح العمارة طبعا، في ظل منع أي شخص من الخروج منها. وقتها تجاهل كل أفراد الشرطة إن العمارة فيها منور، لأنهم لما سألوا البواب عنه قال إنه ليه مخرج واحد مقفول بباب، وهو الوحيد اللي يملك المفتاح، فمنطقي إن مفيش حد غريب هينفع يدخله. ولكن أخيرا واحد منهم فكر إنه في منافذ تانية للمنور من كل الشقق، ولو فعلا حد خرج من شباك المنور من أي شقة والباب مقفول فهو أكيد لسه موجود فيه. وفعلا قرروا تفتيش علشان يتفاجئوا بشخص متعلق في مواسير المية الموجودة في المنور. تم القبض عليه وبدأ فك خيوط الجريمة. ياسر علي عبد الله، شاب عمره 25 سنة، وكان بيشتغل في محطة البنزين الخاصة بمحمود زوج فاتن فريد. اعترف ياسر فورا بجريمته، وقال إن زوج فاتن طرده من الشغل فجأة لما سافر في أجازة لبلده، ولما رجع لقى نفسه مفصول، وقال إنه حاول كتير مع الزوج إنه يرجعه لكنه كان بيرفض. فوردت فكرة لذهنه إنه يروح له البيت ويحاول يقنعه تاني، وممكن كمان يوسطها في الموضوع علشان تقنع زوجها إنه يوافق يرجعه شغله. واللي شجعه إنه كان يعرفها، لأن زوجها كان بيخليه دايما يشتري له طلبات البيت، وبالتالي هي عارفاه كويس وممكن يتكلم معاه. قال ياسر إنه لما وصل البيت ودق الباب فتحت فاتن، وكان الزوج مش موجود. ودي أول ثغرة في الحكاية، لأني سبق وطلبت منك تفتكر إن فاتن مش بتفتح الباب لأي شخص غريب، خصوصا لو كانت لوحدها. بس خلينا نرجع لروايته. قال ياسر إنه طلب منها وسطتها، لكنها قالت إن الموضوع مش في إيدها، وإنها مش بتتدخل في شغل جوزها. لكنه حاول تاني وهي رجعت رفضت، واتطور الموضوع لمشاجرة عالي فيها صوت فاتن، ففقد هو أعصابه واعتدى عليها بالطعنات. يعني الموضوع كله كان وليد اللحظة ومش متخطط له. وكمل وقال إنه لما حس بلمة الجيران مع الحارس هرب من المنور وحاول ينزل عن طريق المواسير لكنه فشل. دي كانت حكاية ياسر اللي الشرطة ما صدقتش أغلبها. ليه بقى؟ فاتن أصلا مش بتفتح الباب للغربة في الطبيعي. إشحال بقى ده واحد أكيد هي على علم سابق من زوجها إنه مطرود، يعني مفيش سبب يخليه يجي لبيتهم تاني، ولو حصل فأكيد نيته مش سليمة.
السبب التاني إن مفتاح الشقة ما كانش موجود في الباب، لأ ده كان موجود على ترابيزة في الأوضة، ولو كانت هي اللي فتحت طبيعي إن المفتاح يكون في الباب، وده خلى الشرطة تفترض إن اللي فتح الباب هو ياسر بنفسه باستخدام نسخة تانية من المفتاح اللي مفروض إنه موجود مع فاتن وزوجها وبس. وده خلى الشكوك تروح لزوجها، والأسباب كتير، مشاكل سابقة ومحاولات لاستغلالها طبقا لكلامها مع بناتها ورغبتها القوية في الطلاق منه. كل ده ممكن يدفعه يبعت لها حد يتخلص منها وبناتها ال5 بلا استثناء. رجحوا الفرضية دي. كمان بنتها قالت إنهم لما بلغوا بوفاتها راحوا لقوا زوجها موجود في المستشفى، بالرغم إنه قال في التحقيقات إنه كان موجود في شركة الإنتاج الخاصة بيه اللي بتبعد أكتر من ساعة من المستشفى، وهو وصل المستشفى في أقل من ربع المدة دي. يعني هو كان موجود في منطقة قريبة مش في شركة الإنتاج. ده غير إن الكتير شافوا وقتها إن طريقة التنفيذ ساذجة جدا، يعني واحد ما شغلش عقله حتى في الهروب، ده فضل موجود في المكان وكأنه تم الاتفاق معاه إنك هتنفذ المطلوب منك وليك مبلغ هيغير حياتك بعد كده. لأن الرواية اللي هو حكاها إن الموضوع كان مجرد مشاجرة مش أكتر، بالرغم إن تقرير الطب الشرعي أثبت بدون شك إن الطعنات كانت نفذة والهدف منها إنهاء الحياة تماما. لكن زي ما انتوا عارفين إنه بدون دليل مفيش تهمة، ويزيد على كده اعتراف ياسر بنفسه، فما تقدرش الشرطة توجه أي تهم للزوج فتحي محمود خليفة. وتحاكم ياسر أمام محكمة الجنايات بتهمة القتل مع عدم وجود سبق الإصرار والترصد، وحكمت المحكمة عليه بالسجن 25 سنة. وأخيرا فبعد وفاة فاتن حاول الزوج استغلال قصة موتها في الترويج للألبوم، بدأ يتعامل إنه ملكية خاصة ليه، ولكن بناتها وقفوا قصاده في المحكمة وكسبوا قضيتهم في ظل عدم وجود تنازل رسمي من والدتهم عن حقوق ملكية الألبوم للزوج. ماتت فاتن فريد ولسه الأسئلة بتدور، هل فعلا رواية ياسر كانت حقيقية ولا ما خفي كان أعظم؟ هستنى آرائكم في التعليقات. أما أنا فهقابلكم الحلقة الجاية إن شاء الله، وإلى أن نلتقي لكم مني التحية والسلام.